اهلا بكم. ماتش بعنوان الاهلي يهرب من فخ الاتحاد الافريقي. تعادل الاهلي 1-1 مع الجيش الملكي المغربي. الاهلي مع مدرب دماغه كوره. اولا فاهم تفاصيل فرقته، حط ايده على الفرقه. تاني حاجه بيغير شكل ونمط الفريق حسب معطيات المباراه. تالت حاجه ما بيجاملش حد. النهارده اللي بيقع بيطلع. كوكا وديانج اسوأ مبارياتهم لحد الدقيقه 55 او 58 غير على طول، طلعهم فورا. افضل مدرب جه الاهلي بيخلق مساحات في الملعب، وعنده اللي بينفذ ده: بن شرقي وزيزو وتريزيجيه. مباراه عاديه لحد الدقيقه 67. بعد الدقيقه 67 لما الاهلي جاب التعادل، اكتر حاجه شفتها في الملعب ازاز ميه. اتشدت المباراه بشكل غريب وغير مبرر خارج الملعب من المدرجات يعني، وده اثر على الاداء جوه الملعب. بالمناسبه اثر على ادائك انت كفريق مستضيف للنادي الاهلي. هل في حاجه تخلي الشحن ده يحصل ضد اي فريق جاي يلعبك في ملعبك؟ وخصوصا انك فريق انا شايف يعني ما عملتش الخطوره القويه او الاستحقاق انك لازم تكسب المباراه، وانك مسيطر على المباراه بالكامل فخسرتها او تعادلت فيها. شحن غير مبرر. فريق الجيش الملكي كان ضاغط المباراه اول 10 دقائق، وعلى الرغم من كده الاهلي راح اكتر من مره لولا اخفاق المهاجم محمد شريف اللي هو مش موجود مع الاهلي الفتره ديت. كان ممكن يبقى شكل المباراه غير. طول المباراه الجيش الملكي بيقطع كوره في نص الملعب او بيستحوذ على الكوره من الاهلي في نص الملعب وينقل الكوره على الاطراف ويستخدم العرضيات. خط دفاع الجيش الملكي كله، قلب الدفاع بالباكين، ما بيعرفوش يخرجوا الكوره كويس. اي ضغط عليهم بتتقطع منهم الكوره بسهوله. بيقفوا على خط واحد حتى تمركزهم مش مظبوط. لو نشوف هدف التعادل للاهلي، الاربع مدافعين واقفين خط واحد بيتفرجوا كلهم على الكوره اللي بتتلعب عرضيه من برمضان لتريزيجيه. الاهلي ما استغلش كل الفرص اللي جات له في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني نزل ضاغط المباراه. قدر بكوره من محمد هاني، كوره طوليه كسر بيها خط الدفاع وسط الجيش الملكي. استلمها استلام رائع محمد بن رمضان، عمل عرضيه اتفرج عليها الدفاع كله. قدر تريزيجيه يجيب هدف تعادل. الهدف ده فيه فنيات كتير قوي. ترحيل الكوره من الشمال لليمين وسرعه نقل الكوره كانت سبب في الهدف، لان في مساحه اتخلقت ورا الباك الشمال للجيش الملكي، استغلها برمضان بعرضية الدفاع كله كان بيتفرج عليه. تريزيجيه هدف. في رأيي الشخصي من مكتسبات الأهلي النهاردة، أولا خط الدفاع خصوصا قلب الدفاع ياسر ومرعي اتحسنوا شوية النهاردة. تحس إن في واحد بيغطي ورا التاني. دايما هتلاقيهم كانوا في الشوط الأول هتلاقيهم ورا بعض، في الشوط الثاني برضه ورا بعض بيغطوا المساحة اللي بينهم، ولكن لازال في بعض القصور منهم، ولكن روحهم النهاردة كانت أفضل. ياسر شويه كورته لسه بطيئه وخصوصا لما بيجي يخرج الكوره. على الرغم من انفلات اخر 20 دقيقه الا ان الاهلي لما كان بيفقد الكوره كان بيرجع يستحوذ عليها بسرعه. بن شرقي، زيزو، تريزيجيه، واحد مهاري. بن شرقي عمل النهارده من 7 ل 8 مراوغات تقريبا ناجحه. تريزيجيه بيتحول مهاجم تاني بمجرد ما الكوره تروح ناحيه اليمين. زيزو ترس نقل الكوره في النادي الاهلي من اليمين للشمال والعكس. تغييرات روب منطقيه جدا وفي وقتها. طاهر نزل مكان شريف اللي كان بره الخدمه، وشكري وبن رمضان نزلوا مكان كوكا وديانج اللي ما جوش النهارده. واحد قفل الشارع اللي كان مكان كوكا اللي هو شكري، والتاني هو اللي عمل العرضيه اللي جه منها جون هو بن رمضان. نزول امام غريب بالنسبه لي لانه واضح انه غير مجهز لا بدنيا ولا فنيا. مبروك النقطه اللي حطت النادي الاهلي اول مجموعته في خناقه مع يانج افريكانز. ده كان تحليل مباراه اليوم،
لو الفيديو عجبك رجاء لايك وشير، واستنوني في تحليل جديد.